نفسِك تربّي فراخ في البيت بس مرعوبة من الريحة وتعب التنضيف كل يوم، طب إيه رأيِك بقى لو قُلت لِك إنِّك تقدري تربّي فراخ في البلكونة، في المطبخ، في أي رُكن صغير في بيتِك، من غير بقى لا تبن ولا نشارة ولا أي ريحة تقريبًا، وبمجهود أقل بكتير أوي. بعد سنين يا جماعة في التربية، جرّبت كل حاجة في التربية أرضي، وجرّبت إن أنا أربّي في نشارة، وجرّبت إن أنا عملت أكتر من عِشّة يعني، وبعد كده استغنيت عنها، وجرّبت حاجات كتيرة أوي. فعايزة أقول لكم بقى بعد ما كنت باعاني من النضافة والريحة كل يوم، بصراحة بُصّوا أكبر مشكلتين كانوا يعني بيقابلوني في التربية هي الريحة والتنضيف المستمر طبعًا بسبب النشارة. غير كمان بقى عايزة أقول لكم إن النشارة كمان بقت غالية، ما بقتش متوفرة كمان كتير، يعني بتكلّفنا كمان زيادة، يعني بتحمّل علينا كمان في تكاليف الدورة، ومش عملية بقى خالص زي زمان. كمان النشارة بتسبب الرطوبة، وممكن كمان تعمل مشاكل زي الكوكسيديا كده للفراخ. لحد بقى ما جرّبت النظام المختلف تمامًا وجِبت البطارية، طبعًا ده بالنسبة لي كانت أحسن حاجة أنا عملتها. بعد كده بقى لقيت إن في عندي كده مكان صغير وكان عندي بواقي الخشب، ففكّرت إن أنا أعمل عِشّة تخلّي بقى الفضلات تنزل في المكان اللي تحت زي البطارية كده بالضبط، والفراخ نفسها تفضل نضيفة فوق من غير ما تدوس بقى على أي حاجة، يعني بُصّوا نفس فكرة البطارية. بُصّوا كده العِشّة دي جوزي هو اللي عاملها بإيده على فكرة من بواقي خشب، يعني ما ودّيناهاش لنجّار ولا أي حاجة، دي بواقي عروق خشب كانت موجودة عندنا. فبُصّوا يعني العيشة مُريحة، مُريحة، مُريحة جدًا في التربية، نفس فكرة البطارية، فأنا حبيت إن أنا أصوّرها لكم وأقول لكم كده على كل التفاصيل اللي فيها، بحيث إن أنتم لو عندكم بواقي خشب أو لو جبتوا بواقي خشب مش هتاخد منكم لا تكلفة ولا مجهود، وفي نفس الوقت يعني ما فيش بقى نشارة، ما فيش تبن، ما فيش شغل التنضيف التقيل بقى بتاع كل يوم، هتلاقوا في نضافة، لا في بقى فوضى ولا نشارة ولا أي حاجة، التنضيف بقى سهل جدًا وفي ثواني والريحة بقت أقل بكتير جدًا من قبل كده. فطبعًا يعني العِشّة دي بصراحة وفّرت عليّا فلوس النشارة، ووفّرت وقت التنضيف وتعب كبير كنت بامُر بيه كل يوم. فبُصّوا بقى، دي بقى عروق خشب كانت موجودة عندنا في البيت أو أنتم تقدروا تشتروها من أي مكان من عند نجّار أو بواقي حاجات قديمة لو نجّار حتى عنده خشب قديم أو حاجات زي كده، هي بس عروق، فاهمين؟ فأنتم بتعملوا بقى ال4 جوانب، بتعملوا الأرضية وبتعملوا الجانبين واللي ورا واللي فوق، كلّها بالعروق وبتشدّوا عليها السلك. بُصّوا السلك ده على فكرة سلك بلاستيك أساسًا بتاع البطاريات، يعني بتاع تربية الفراخ، خدوا بالكم مش سلك اللي هو حديد ولا صلب ولا بتاع عشان ما يتعبش صدرهم وما يتعبش رجليهم. بُصّوا كمان إحنا عملنا الفكرة إن إحنا عملنا العلافة دي برضه دي معمولة بواقي خشب، يعني أنا برضه ما اشتريتهاش كده جاهزة، ومثبّتاها في الباب بتاع العِشّة بحيث إن هُم برضه يخرّجوا دماغهم نفس فكرة البطارية علشان أنا ما كنتش عايزة لإن هي المساحة صغيرة، فعايزة أستفاد من المساحة لأقصى درجة ممكنة. بُصّوا أنا هنا باورّيكم إن هي السقف من فوق أنا مش مقفّلاه كلّه بالسلك، مخلّية فيه حتّة كده مفتوحة عشان أقدر إن أنا أنزّل منها اللمبة، وأقدر إن أنا أرفع منها الدواية وتبقى سهلة يعني بالنسبة لي، تمام؟ إنما أنتم ممكن إن أنتم تقفّلوها كلّها سلك لو أنتم حابين، نفس فكرة الأرضية والجوانب زي ما أنتم شُفتوا كده بالسلك ده سلك بلاستيك، يعني بُصّوا قدّامكم أهو باين يا جماعة عشان ما حدّش يقول لي ده سلك صُلب، ده سلك بلاستيك بتاع أساسيه بتاع البطاريات، علشان ما يبقاش حامي على صدرهم وهُم واقفين وهُم قاعدين، السلك ده ممتاز. بنشدّه زي ما أنتم شايفين، وعايزة أقول لكم إن دي كلّها فَك وتركيب، لإن إحنا عاملينها كلّها بمسامير اللي هي المسامير البورمة، بُصّوا من تحت أنا مخلّية مسافة، يعني رافعاها على رجلين، وعاملة لها عَجَل كمان عشان تبقى أقدر إن أنا أجُرّها وأنضّف تحتها وجنبها وتبقى الدنيا كده كويسة، وشايفين المسافة قد إيه، أنا بقى تقدروا أنتم تحطّوا بقى دُرج بلاستيك أو أنا باحُط بصراحة مشمّع وباشيل المشمّع وأحُط غيره لمّا يتملي، وباشيل المشمّع وأحُط غيره، فما بيبقاش في ريحة. يعني الدنيا نضافة جدًا، كمان أنا عاملة لها سيستم المَيّة، سيستم المَيّة تقدروا تخشوا برضه تشوفوه في أي فيديوهات كتيرة أوي ليه، يعني سهل ومش مُتعب خالص يعني إن شاء الله بإذن الله هاحاول برضه أبقى أعمل لكم فيديو مخصوص لسيستم المَيّة ده، علشان برضه تعملوه، ليه؟ زي ما قُلت لكم المساحة صغيرة، ما كنتش عايزة بقى علّافة ولا سقاية تاخد أي مساحة جوّه، عايزاه تبقى للفراخ وبس، ده نفس فكرة البطارية، فاقدر إن أنا أحط فيها العدد اللي أنا عايزاه. كمان أنتم شايفين الارتفاع تقدروا تعملوا الارتفاع اللي أنتم عايزينه، وعلى فكرة تقدروا تعملوها دور أو 2 كمان، يعني تعملوا واحدة تانية كمان فوقيها وتحطوها فوقيها، فهي فكرتها بسيطة وسهلة نفس فكرة البطارية ومش مكلفة خالص يا جماعة، مش مكلفة خالص، ودي زي ما قُلت لكم هي فَك وتركيب، يعني نقدر نفُك المسامير دي
هتتفك عروق الخشب ببساطة جدًا معانا، بس يعني سهلة وبسيطة، فحبيت إن أنا يعني أقول للناس اللي هي نِفْسها تربّي وتعبت من موضوع النشارة أو التبن أو الريحة والتنضيف المُقرف بتاع الحاجات دي بصراحة، هي بتبقى مُتعبة جدًا، كمان عشان ما تتضايقوش من موضوع الريحة أو الجيران تتضايق، بُصّوا شكلها من بعيد، ف حبيت إن أنا أعرّفكم بقى الفكرة دي. بُصّوا برضه الباب بسيط برضه، هو عروق خشب وإحنا شادين برضه عليه الإيه، عليه السلك. أظن هي واضحة، يعني أنا حاولت إن أنا إيه، يعني ما فيهاش شغل كتير، حاولت إن أنا أصورها لكم بكل تفاصيلها، وأقول لكم كل تفاصيلها، وحبيت أأكد لكم برضه إنها من تحت بُصّوا المسافة اللي إحنا سايبينها، علشان ما تبقاش على الأرض أوي، عشان تبقى سهلة في التنضيف. زي ما قُلت لكم بقى تقدروا تحطوا تحتها درج بلاستيك، الأدراج البلاستيك بتاعة البطاريات دي بتتباع على فكرة في كل حتة، بس أنا بافرش تحتها مفرش، وباسحب المفرش وأحط غيره، بس مفرش بلاستيك، مشمّع، يعني أي حاجة تقدروا تحطوها وتسحبوها بفضلاتها، وتحطوا حاجة تانية مكانها. عايزة بقى أقول لكم إن دي أنا ربّيت فيها أبيض، وربّيت فيها ساسو، وربّيت فيها فيومي وبلدي، وكمان تقدروا تحطّوا فيها بَط لو أنتم هتقدروا يعني على موضوع تنضيف البَط ده. فدي في أي مكان أنتِ بتاخدي بس إيه، مقاس المكان الصغير اللي عندِك سواء في مطبخ أو في بلكونة صغيرة، ما ممكن تبقى البلكونة صغيرة ما تقدريش تشتري بطارية جاهزة. وكمان البطارية الجاهزة طبعًا ليها سعرها، إنّما دي سعرها أرخص بكتير. طبعًا هتسألوني عشان برضه يعني أكيد تكونوا عارفين البلاستيك ده بيتباع فين؟ عند أي حد من مستلزمات الدواجن أو عند محلات الحدايد والبويات، خلاص؟ سهل أهو وبسيطة وما فيهاش أي حاجة خالص شايفين والله يا جماعة باحاول أصورها لكم بُص بكل تفاصيلها ما فيهاش أي حاجة خالص، عروق خشب مجمّعين كده يعني زي 4 عروق في كل جنب وشادين عليه السلك، وبقت عِشّة أهي بسيطة ومن تحت برضه أهو سلك ومن فوق سلك ومحطوط اللمبة بتاعتها، مش عايزين تعملوا سيستم المَيّة لو حاسين يعني إن الموضوع هيكون صعب أو كده، برضه الكابات دي والحاجات دي بتتجاب من عند محلات مستلزمات الدواجن. أنا بس هنا كنت عايزة أوضّح لكم إن السلك ده سلك بلاستيك علشان ما يبقاش حامي عليهم، ما يبقاش حامي على رجليهم ولا على صدرهم. الباب بسيط وسهل زي ما قُلت لكم العلّافة من برّه، علشان خاطر برضه ما تاخدش مساحة، طبعًا وهُم صغيّرين أنا باحط لهم علّافة علّافة جوّه صغيّرة اللي هي العلّافة العادية تمام، وباحط لهم برضه سقاية وهُم صغيّرين جوّه في العِشّة. لمّا بقى بيكبروا شوية ويقدروا يطولوا بقى القَب ده، عشان طبعًا هو مرفوع شوية فوق أهو زي ما أنتم شايفين كده، خلاص بقى باشيل السقاية وباخرّج العلّافة برّه وفاتحة لهم في السلك على قد دماغهم بالضبط إن هم يخرّجوا دماغهم ياكلوا من الإيه، من العلّافة. يعني سهلة أهي وبسيطة غير مكلفة تمامًا، بواقي خشب موجودة عندِك، أي بواقي خشب عروق هتشتروها حتى من عند النجار عروق الخشب برضه مستعملة يعني أي حاجة، والسلك ده على فكرة مش غالي، بس بصراحة أنا مش هاقدر أقول لكم سعره كام بالضبط، طبعًا دلوقتي الأسعار مختلفة خالص، فما أعرفش الحقيقة هو سعره دلوقتي بيتباع بكام يعني. فسهلة أهي وبسيطة، اعملوها بقى وباشجّع يالّا كل الناس إن أنتم تربّوا عندكم في البيت. برضه عايزة أقول لكم بالنسبة للمساحة عشان الناس اللي هتسألني طب هو الارتفاع في قد إيه أو العرض أو كده، يا جماعة على حسب المساحة اللي موجودة عندكم، تمام، على حسب المساحة اللي موجودة عندكم، والارتفاع برضه على حسب ما أنتم عايزين تعملوها، أنا عملتها يعني ارتفاعها تقريبًا حوالي 70 سنتي عشان أنا كنت كمان مربية فيها بلدي، وأنتم عارفين الفراخ البلدي بتبقى إيه طويلة شوية، فقُلت يعني يبقوا واخدين الفراخ تبقى واخدة راحتها، زي ما أنتم شايفين كده يعني إيه، براحتهم خالص. طبعًا هو ده المكان اللي كان متوفّر عندي، لكن مكان أكبر تقدروا تعملوها بمكان أكبر، تقدروا تعملوها دورين، فبصراحة لأ، النظام ده وفّر عليّا كتير فلوس النشارة، خفّضت كتير جدًا من التكاليف، أهو وقت التنضيف تعب كبير كنت بامُر بيه. كمان عايزة أقول لكم ده ينفع لأي مساحة صغيرة، حتى لو عندِك رُكن في البلكونة أو جزء بسيط كده في الشقة. بس خلّيني بقى عايزة أقول لكم يعني هل بقى مشروع الفراخ ده ينفع إن هو يتعمل مشروع مُربح من البيت وتعملي عِشّة وتربّي فيها الفراخ وتبيعيها؟ آه طبعًا يا جماعة ينفع، بس طبعًا لازم تهتمي بالنضافة والأكل والمتابعة الجيدة جدًا لفراخِك بشكل صح. خلاص تابعوا بقى إيه الفيديوهات اللي جاية وشوفوا كمان عندكم فيديوهات على القناة فيها حاجات كتيرة أوي إن شاء الله يعني هتستفادوا منها. قولوا لي بقى في التعليقات إيه أكتر حاجة كانت مانعاكم وقلقانين إن أنتم تربّوا فراخ بسببها في البيت، هل هي الريحة والّا المساحة، ما فيش مساحة عندكم والّا التنضيف؟ ما تنسوش بقى اللايك الجميل والاشتراك في قناة خيرك في بيتك مع سمسمة عشان يوصل لكم كل جديد في تربية الطيور بأقل التكاليف، أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو عندكم أي سؤال ابعتوا لي أنا هارُد عليكم على طول في التعليقات، السلام عليكم.